استعدادا لمواجهة زد في الأسبوع الثاني من بطولة الدوري المصري، الأهلي بيستأنف تدريباته بعد الفوز على الشرقية إنبي ب3 أهداف مقابل هدفين. الأهلي بيعود للتدريبات. مباراة زد زي ما كلنا عارفين يوم الجمعة القادمة الساعة 8 مساء على استاد القاهرة. جميع اللاعبين موجودين. إمام عاشور شارك في التدريبات، أشرف داري، رضا سليم. شايفين تركيز من لعيبة النادي الأهلي، وحسين عموتة كلنا عارفين بيلتزم بالضغط، بيلتزم بالجدية في التدريبات أو في المباريات، ولكن خارج أرضية الملعب بتلاقيه شخص تاني، هناك ابتسامة. كل التوفيق للنادي الأهلي في المباراة القادمة. ايضا النادي الاهلي قطع شوط كبير جدا في المفاوضات اللي شغاله مع ياسر ابراهيم ومع مصطفى شوبير ومع امام عاشور من اجل التجديد للنادي الاهلي والبقاء داخل جدران القلعه الحمراء. لعيبة النادي الأهلي ياسر إبراهيم بيؤكد أنه عايز يشارك في المباريات وبيقترب من المشاركة في المباراة القادمة أمام زد. أيضا إمام عاشور عاوز يشارك مع لعيبة النادي الأهلي في تركيز كبير من أجل تحقيق المكسب. الكابتن محمود الخطيب وأعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي عملوا جلسة مع لعيبة النادي الأهلي من أجل توضيح بعض الأمور وتحفيزهم على البداية القوية إن شاء الله، وعدم تكرار اللي حصل في مباراة الشرقية إنبي واستقبال هدفين في أول شوط. النادي الأهلي عنده مهمة كبيرة جدا، مهمة إسعاد الجماهير بعد الموسم الصفري الموسم الماضي. كل التوفيق للنادي الأهلي، إدارة ولاعبين وجهاز فني وجماهير، وإن شاء الله تكون سنة خير على كل الأهلاوية.